السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مؤخرا رجعت القضيه ديال حمد الله للواجهه، خصوصا بعد التصريحات الاخيره ديالو في برنامج اكشن مع وليد على قناه ام بي سي اكشن. واللي الشيء الابرز في هذه المقابله هو الاعتذار ديالو والاعتراف بالخطا اللي قام به بالمغادره ديالو لمعسكر المنتخب الوطني المغربي. لكن من بعد هذا الاعتذار خرجوا بزاف ديال الاخبار والتساؤلات حول هذا الاعتذار. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نجاوبوا على بعض هذه الاسئله، والراي الابرز كيبقى للمتتبعين الاوفياء. ما تنسوش بعد المشاهده ديال الفيديو تخليوا الراي ديالكم في تعليق حول هذا الموضوع، وما تنسوش الضغط على زر الاشتراك والاعجاب اذا اعجبك الفيديو. واش حمد الله كان ضمن الخطط السيد وليد الركراكي الاوليه؟ ارى ان الجواب جد سهل، هو لا. نعم، تم استدعاء حمد الله ضمن اللائحه الموسعه كخيار اخر في حاله وقوع مفاجات قبل المونديال، او في حاله تم حل مشكلته مع اداره المنتخب الوطني. وانا كنظن ان حمد الله عارف الخطا اللي قام به، وكان عارف انه يعاقب على السلوك الذي قام به. فمغادره معسكر الاسود في تلك الفتره بالضبط هو بمثابه خيانه للمنتخب لارضاء جانب من غرور اللاعب. اما بالنسبه هل سيتم ادراجه في اللائحه النهائيه، أظن أن الأمر صعب للغاية، خصوصا إن كان خارج الرسم التكتيكي للمدرب وليد الركراكي. المونديال تبقات له أيام قليلة للبدء، وعلى ما أظن أن المنتخب سيضع اللمسات الأخيرة في المنهج التكتيكي للفريق. وأرى أن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي ستكون جاهزة، فقط سيتم الإعلان عليها يوم السبت أو الأحد القادم بعد انتهاء الدوريات لضمان جاهزية اللاعبين. بخصوص ما يروج أن بعد الاعتذار سيتم استدعاء حمد الله رسميا، هذا كلام لا أساس له من الصحة. جميع الاحتمالات ممكنة، ممكن يتواجد وممكن لا. كل ما يروج هو مجرد تحليلات واجتهاد فقط. الحقيقة ستظهر بعد الإعلان عن اللائحة الرسمية. إلى هنا ينتهي الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد، وترك تعليق إيجابي واقتراح مواضيع للنقاش.